السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1986 في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية قرروا يعملوا حاجة ما حصلتش قبل كده. المسؤولين عن حملة خيرية اسمها يونايتد واي خططوا يطلقوا رقم خيالي من البالونات في السماء، أكتر من 1.5 مليون بالونة. عايزين يحطموا الرقم القياسي العالمي ويلفتوا الأنظار ويجمعوا تبرعات. تحمسوا جدا وبنوا هيكل ضخم من الشبك فوق ميدان عام، وبدأوا يعبوا البالونات بالهيليوم واحدة ورا واحدة، وآلاف المتطوعين شغالين طول الليل والنهار. ويوم 27 سبتمبر 1986 كل حاجة كانت جاهزة، البالونات والألوان والناس متجمعة والكاميرات بتصور. وفي لحظة سابوا الشبك و1.5 مليون بالونة مرة واحدة طارت في السماء. منظر خيالي، ألوان بتغطي السما كلها، والناس كانت مبهورة وبتصرخ من الفرحة. بس الفرحة دي ما طولتش، والجو فجأة اتغير، ورياح قوية ضربت المدينة، ومعاها البالونات اللي كانت المفروض تطلع لفوق وتختفي رجعت لتحت بسرعة. البالونات غطت الشوارع والطرق السريعة والمطار، وفي كل مكان المطارات اضطرت تقفل المدارج، والسواقين ما كانوش شايفين الطرق، وحوادث كتير حصلت في اليوم ده. لكن في نفس الوقت كان في 2 صيادين تايهين في بحيرة قريبة. غفر السواحل طلعوا يدوروا عليهم، لكن البالونات الطايرة فوق المية عملت مصيبة، غطت سطح البحيرة بالكامل، وكان البحث صعب والمنقذين معرفوش يحددوا مكان الرجالة. النتيجة كانت مأساوية، الاتنين ماتوا غرق. بعد الكارثة انهالت القضايا على منظمي الحدث، وأهالي الضحايا رفعوا دعاوي تعويضات. المزارعين اشتكوا ان البالونات وقعت على مزارعهم وخربت المحاصيل، والمطار طالب بتعويضات بسبب توقف الرحلات. بدل ما يكون يوم مجيد لكاليفلاند، بقى يوم اسود محفور في التاريخ، وكل ده بسبب شوية بالونات. والمضحك ان حتى موسوعة جينيس رفضت تسجل الرقم ده بسبب المشاكل اللي حصلت. يعني لا سجلوا رقم قياسي ولا جمعوا تبرعات، وخسروا ملايين. بالونات كتير والوان جميلة، مش كل فكرة مجنونة تنفع تتنفذ. ساعات الحاجات اللي تحسها بسيطة ممكن تعمل مصايب كبيرة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.